السلام عليكم. معكم الشيف ربيع عزمي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الكحك. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم هذا الكحك، وراه هو من الحلويات اللي كانوا مشهورين في اسفي وباقي لحد الان باقي الناس كيخدموهم. المهم انا نقدم لكم ان شاء الله الطريقه، وباش تخدموه ضروري خاص يكون عندكم واحد النموذج. ممكن ديروا كرتونه او لا هذا شي مسطره ولا باش تعبروا باش يجيكم قد. انا هنا خديت غير طرف تاع العجينه انا كنخدم به وكندير به هذا العبار ديالي. المهم حاولوا انكم باش يجيو قد ما يكونوش مختلفين في العبار ديالهم. كناخذوا بحال هكا الطرف. اللوز، هاد اللوز راه فيه غير النسمه تاع الفاني يعني وهذا وشويه تاع الحامض. راه الحشوه راه فات ليا عطيتها. دابا غنحاولوا اننا نحطو، غنخليو واحد لابارتي هنا غنخلوها خاويه. غتردوا هكا وغتحاولوا تضغطوا غير شويه ماشي بزاف بحال هكذا. وملي ديروا غتدوروا هاد لابارتي اللي خاويه غنحاولوا نخشيو فيها هاد البلاصه الاخرى باش انه ما يتحلش، ولو يطيب ما غيتحلش لينا هاد الساكل ديالنا بحال هكا. ودابا ممكن اننا نضغطوا بيدينا ما عندناش مشكل باش نطلعوا ديك الحشوه من التحت، هو حتى هو بحال كتقند ليه تقريبا، يعني بحال كطلعيه شويه الفوق. بحال هكا. من بعد كنشدوا المنقاش، بغيتو تنقشوا راه تنقشوه، بغيتو كاين دوك المطابع اللي ديال الوريضات راه ممكن الواحد يزوقوا بحال هكا بوريضات من هنايا، يعني ممكن اي حاجه تعطيو شكل جديد الا بغيتو. المهم الشكل الاول راه هو هذا، والاختيار كيبقى للتزيين تيبقى لكم نتوما. غنحاولوا نعاودوا وحده اخرى ان شاء الله. هانتوما كي كتشوفوا راه ديما كنخلي واحد شويه لاسباس خاوي. غنردو هكذا. وراه هادو مشكلات اللي ما كيموتوش، تيبقاو ديما يعني الناس كيعاودوا يرجعوا ليهم ويديروهم، وكيكونوا حتى زوينين حتى في المنظر ديالهم وفي من بعد كتضربوا بالمنقاش، كتضربوا بشكل مائل. هانتوما الا كيبان لكم الخطوه الثانيه هي ان كديروا بيض البيض بحال هكذا. كيكون عندكم اللوز مهرمش وكتحاولوا ديروه ليه من الفوق بحال هكا. هانتوما او ما قد ما نشفو كيكون احسن، يعني تخدموا واحد الكميه عاد تبداو ديروا ليهم هاد العمليه الثانيه، يعني ديروا لهم اللوز. الكحك ديالنا بعد ما طاب هانتوما كي كتشوفوا راه اللوز شويه تحمر من الفوق. نتمنى انه يعجبكم،
وجربوه وشكرا.